تعالوا نعمل مع بعض الشنطة اللولي بفتافيت السكر الترند بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ومش هتاخد معانا اي وقت. فيلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنحتاجها علشان نعمل الشنطة، هنحتاج خرز فتافيت السكر لون اوف وايت. انا هنا احتاجت مقاس 14، جبت منه نص كيلو واستخدمته كله. هنحتاج كمان لولي مقاس 10 نفس لون الفتافيت، احتاجت منه 350 جرام بالظبط. الاساس معانا بقى وهو خيط الشعر. انا هنا معايا بكرة مقاس 70، المقاس ده مناسب مع مقاسات الخرز اللي احنا مستعملينها. هبتدي اقص منه جزء كده علشان ابتدي اعمل الشنطة. اول خطوة وهي اني هاخد واحدة فتافيت واحدة لولي وبعد كده فتافيت وبعد كده لولي علشان يتكون معانا 4 خرزات واحدة واحدة. هبتدي بقى اوسطن الخرز كده بالطريقة دي، واني هشد الطرفين بنفس الطريقة اللي واضحة. بعد كده طرف الخيط اللي انا طالعاه من اللولي هبتدي اجيبه وادخل في اللولي تاني، بس مش للاخر، هسيب فتحة كده علشان ادخل منها طرف الخيط من الناحية التانية اللي هي الناحية اليمين، وابتدي اشدها كويس علشان دي كده العقدة، وادخل العقدة جوه الخرزة واشدها كويس معانا زي ما واضح كده علشان تبقى متماسكة. بعد كده علشان نطلع بطول هنبتدي نحط واحدة فتافيت واحدة لولي في الجنب الشمال، ونرجع في الخرزة اللولي، وفي الطرف اللي على اليمين هبتدي احط واحدة فتافيت وادخل في الفتحة اللي احنا عاملينها واشدها كويس وادخل العقدة في الخرزة زي ما عملت في الخطوة اللي قبل كده. هبتدي اكرر الخطوة دي لحد ما اوصل للعرض اللي انا عايزاه من الشكل الشنطة. في الخطوة دي نتعود ان احنا نوحد الشغل على الجنب الشمال، نحط واحدة فتافيت وواحدة لولي ونرجع في الخرزة اللولي، والجنب اليمين ندخل واحدة فتافيت ونبتدي نشد وندخل العقدة في الخرزة اللولي. ده عشان ما نتلخبطش ونوحد الشغل معانا. انا هنا عملت 3 ادوار، هبتدي اكمل لل11 علشان انا عايزة 12 دور بالظبط. انا هنا عملت 11 دور، هبتدي اعمل ال12 بالطريقة اللي هقولكوا عليها، وهي اني همسك اي طرف من الاطراف هدخل واحدة فتافيت واحدة لولي واحدة فتافيت، يعني هدخل كل الخرز اللي انا بدخله على الناحيتين في مكان واحد، وهرجع في الفتافيت وابتدي اشد العقدة وادخل العقدة جوه الخرزة بالطريقة اللي احنا اتعلمناها، ونبتدي نشد كويس كده. طلع لنا الخيط من فوق بالطريقة دي علشان نبتدي بقى نعمل ادوار الشنطة اللي احنا عايزينها. احنا كده عملنا العرض 12 دور، هنبتدي بقى نعمل الطول. هنبتدي الشغل كالاتي، هندخل واحدة لولي واحدة فتافيت واحدة لولي علشان نعمل ونطلع الدور التاني. هبتدي بقى ارجع الخيط في الخرزة اللولي زي ما واضح كده، وادخل الطرف التاني من الخيط بالطريقة دي، وابتدي اشد كويس وادخل العقدة في الخرزة اللولي علشان يبقى الشغل متماسك معايا وما يفكش معايا بسهولة. علشان ابدأ امشي السطر كله هبتدي بقى ادخل الجزء الخيط اللي نازل من اللولي من تحت بالطريقة دي، همشيه في الخرزة الفتافيت زي ما واضح كده عشان ابتدي اعمل الجزء اللي بعده. انا معايا من الخطوة اللي قبل كده خرزة لولي، هبتدي بقى احط واحدة فتافيت وواحدة لولي وارجع في الخرزة اللولي وادخل فيها طرف الخيط التاني وابتدي اشد كويس، علشان انا كان عندي خرزة لولي من الخطوة اللي كانت قبل كده، فانا بس محتاجة واحدة فتافيت وواحدة لولي. هبتدي برضو اكمل امشي في الفتافيت واكرر نفس الخطوات لحد ما اخلص الصف كله. عايزة اقول لكم ان انتوا لو فهمتوا الجزء الاول من الخطوات الاساسية دي هتقدروا تكملوا اي خطوات تانية بمنتهى السلاسة ومنتهى السهولة، لان كل الخطوات بعد كده متشابهة، الاختلاف بس الاعداد، وانتوا مجرد بس ما تعرفوا الدنيا ماشية ازاي هتقدروا تتصرفوا في الباقي كويس. وهنا بعد ما وصلت لاخر الصف فضل اخر غرزة، هبتدي امشي الخيط اللي من تحت في الخرزة الفتافيت، وهشتغل على نفس الخيط اللي خرجته من الخرزة الفتافيت المرة دي علشان ابتدي اطلع دور جديد. وابتديت احط واحدة لولي واحدة فتافيت، يعني عكس اللي احنا كنا ماشيين بيه. وابتديت ارجع في الفتافيت وادخلها في العقدة زي ما واضح كده. انا هنا كان الخيط خلص معايا، ابتديت ادخل طرف تاني قبل ما ادخل العقدة جوه الخرزة. بعد بقى ما دخلت العقدة جوه الخرزة كويس هبتدي بقى الخيط الصغير ده اتوهه في الخرز كده زي ما واضح، هبتدي امشيه في اي خرز كده بنفس الطريقة بحيث ان هو يبقى صعب ان هو يطلع او يفك معايا الشغل. هبتدي اعمل نفس الخطوات دي في الطرفين القصيرين اللي طلعوا معايا علشان اعرف ابتدي اشتغل على الخيط الجديد. الخطوة دي سهلة جدا علشان تطولوا بيها الخيط كل ما الخيط يقصر معاكم علشان تقدروا تكملوا بيها بقية الشغل. بعد ما بتوه الخيط كويس ببتدي بقى اشتغل على الخيط الجديد اللي انا دخلته بمنتهى السلاسة كأنه زي الخيط اللي قبله. ببتدي بقى ادخل فيه الخرز بالترتيب، واحدة لولي واحدة فتافيت واحدة لولي علشان ابدأ في الصف الجديد في اول غرزة، وابتدي اعمل بنفس الطريقة اللي عملناها قبل كده، وابتدي اشدها كويس، وابتدي بقى اكمل الشغل بنفس الطريقة بمنتهى السلاسة لحد ما اخلص شغلي.
هبتدي بقى اكرر نفس الخطوات لحد ما اوصل لعدد الصفوف اللي انا عايزة اعملها، لحد ما اخلص الشغل اللي انا عايزاه. كده بعد ما خلصت كل الصفوف اللي انا عايزاها للشنطة، وده الجزء الاساسي. انا هنا عملت 24 صف بالظبط. ابتديت اعد 10 صفوف وبعد كده اتنيهم، وبعد كده 4 صفوف واتنيهم، هيتفضل معايا 10 من الجنب التاني. وكده عملت وجهين الشنطة بالقاعدة. الاول كنت عاملة القاعدة 5 صفوف بس حسيتها عريضة قوي فخليتها 4 بس كفاية. الخطوة اللي بعد كده وهي هبتدي اعمل الجناب. انا هنا عملت جنب من الشنطة وهبتدي اعمل معاكم الجنب التاني. هبتدي ادخل خيط من اول خرزة من فوق كده في اي جنب، وابتدي اوسطنها كده علشان ابتدي شغل. الخرزة اللي معايا في الشنطة لولي، فهبتدي ادخل لها واحدة فتافيت وبعد كده واحدة لولي قصادها وبعد كده واحدة فتافيت، وابتدي ارجع في الخرزة الفتافيت وادخل الطرف التاني فيها واشدها كويس، وابتدي بقى امشي الخيط في الخرزة اللولي واكرر نفس الخطوات. هحط المرة دي واحدة لولي واحدة فتافيت علشان انا معايا واحدة فتافيت من الغرزة اللي قبلها، وابتدي ارجع فيها الخيط واشدها كويس وادخل العقدة فيها. بعد ما خلصت اول صف عشان اوصله بالقاعدة، انا هنا عندي واحدة فتافيت واتنين لولي. هبتدي ادخل في الخرزة اللولي الخيط كالعادة، وابتدي بقى ادخل الخيط برضو في الخرزة اللولي اللي من القاعدة، وابتدي بقى اوصلها. ادخل خرزة لولي كمان وابتدي ارجع بالخيط فيها وادخل طرف الخيط التاني وابتدي اشد كويس كالعادة. انا ما حطيتش في الخطوة دي خرزة فتافيت علشان اخلي الشغل متناسق زي بقية السطر، كل اللي طالع فيه لولي زي ما باين كده. هبتدي بقى اكمل السطر التاني. هبتدي امشي الخيط في الخرزة اللولي اللي من القاعدة خرزة واحدة، وابتدي احط واحدة لولي واحدة فتافيت وارجع في الخرزة الفتافيت، وبعد كده هشد كويس وادخل فيها العقدة. هبتدي بقى امشي كل الخطوات بنفس الطريقة. احنا حفظنا هنبتدي نكمل كل الخطوات بنفس الطريقة لحد ما نخلص الجنب الشنطة كله. زي ما انتوا شايفين خطوات الشنطة سهلة وبسيطة. طالما فهمنا البداية هنعرف نكمل بقية الشنطة ونكمل عليها، وهي كلها اعداد لازم نلتزم بيها علشان يطلع معانا الفينش حلو وما يطلعش فيه اي لخبطة في الاعداد. الخطوة اللي بعد كده بعد ما نوصل للجزء ده، في الحلقات اللي هي بتفتح الستانلس دي نقدر نحطها في الشنطة بالطريقة دي علشان نركب فيها ايد الشنطة. تقدروا تركبوا الحلقات دي واحنا بنشتغل، او بعد ما نخلص ممكن نركبها بكام خرزة كده من بره على حسب ما تحبوا تقدروا تعملوها. انا فضلت ان انا احطها بعد ما اخلص شغل وابتديت اكمل شغل من غيرها. وكده يعتبر خلصت جنب الشنطة، فاضل بس الجزء اللي هنوصل بيه الجنب ده والجنب ده. انا هنا معايا 3 خرزات لولي. هبتدي امشي الخيط اللي من تحت في الخرزة اللولي اللي من القاعدة والخرزة اللولي اللي في الجنب التاني من الشنطة، وابتدي احط خرزة فتافيت وارجع فيها وامشي فيها الخيط كده بالطريقة دي واشدها كويس. هبتدي بقى من الجنبين ادخل الجنب اليمين في الخرزة اليمين امشيها فيها، والخيط الشمال امشيها في الخرزة الشمال زي ما واضح كده علشان اعرف اكمل بقية الشنطة. همشي بنفس المسيرة لحد ما اخلص الجنب كله. الخطوة دي تقدروا تعتمدوها وانتوا بتوصلوا اي جنبين في اي اجزاء من الخرز تكونوا عاملينها، مش شرط جناب بس. يعني ممكن ظهر الشنطة ووش الشنطة والقاعدة بتاعة الشنطة تبقى منفصلة وتقدروا توصلوها ببعض بنفس الطريقة اللي احنا بنعملها دي. بس طبعا انا برجح اننا نعملها جزء واحد زي ما انا عملتها كده، بتكون اسهل واوفر في الوقت. هنا وصلنا لاخر جزء في جنب الشنطة وهنقفله بخرزة فتافيت زي ما واضح كده، وهنبتدي نتوه الخيط زي ما اتعلمنا قبل كده. ما تنسوش بقى لو وصلتوا للجزء ده من الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. بعد ما خلصنا الشنطة هنبتدي نعمل الايد بتاعتها القمر دي. انا هنا عملت واحدة وهعلمكم ازاي نعمل التانية. اول خطوة هعملها وهي اني هسيب اول خرزة وابتدي اشتغل من الخرزة التانية والتالتة من الجنبين. هبتدي ادخل الخيط في الخرزة التانية بالطريقة دي، وادخل في الجنب اليمين من الخيط واحدة لولي واحدة فتافيت وواحدة لولي، وابتدي ارجع في الخرزة اللولي واشد كويس وادخل فيها العقدة زي ما متعودين. بعد ما اشد كويس الخيط اللي من تحت هبتدي امشيه في الخرزة الفتافيت واكرر نفس الخطوات اللي احنا عملناها. نركز كويس بقى في الخطوة الجاية. هبتدي الخيط اللي هيبقى طالع من الخرزة اللولي من تحت هبتدي امشي فيه واحدة خرزة فتافيت، وبعد كده هطلعها من الخرزة اللولي اللي من الغرزة التانية اللي احنا عملناها من فوق، وبعد كده هبتدي احط واحدة فتافيت وارجع فيها واشدها بنفس الطريقة. يا رب تكونوا فهمتوا الخطوة دي، هي سهلة. وبعد كده هنبتدي ندخل بقى الخرز بتاعنا زي ما متعودين، واحدة لولي واحدة فتافيت وواحدة لولي،
وابتدي امشي الخيط بنفس الطريقة، وابتدي ادخل واحدة فتافيت وواحدة لولي، وبعد كده همشي الخيط في الخرز الفتافيت والخرزة اللولي، واقفل بخرزة واحدة فتافيت. انا بطلع 3 ادوار فتافيت وبعد كده بكمل لولي بس. انا كده هعمل دور كمان وبعد كده هكمل لولي بس. الغرزة اللي احنا عاملينها دي اسمها غرزة ثلاثية، في بيعمل غرزة رباعية بس انا فضلت اعمل في الشنطة دي الثلاثية. بعد ما طلعت ال3 ادوار بقى هبتدي اجيب لولي مقاس 8. لو عايزين تكملوا بلولي مقاس 10 مفيش مشكلة، بس انا حبيت ادخل لولي مقاس 8 هيدي شكل اشيك بالمقاس الاصغر. ابتديت احط 3 خرزات لولي وابتدي امشي بنفس المسيرة هي بس بالخرز اللولي مقاس 8. هحتاج بين اللولي مقاس 8 14 دور، بس في الدور ال13 هبتدي ادخل واحدة لولي مقاس 8 وواحدة فتافيت وواحدة لولي، علشان ابتدي اعمل ال3 ادوار من الناحية التانية من الشنطة. لو هتمشوا بنفس ترتيب احجام اللولي اللي انا عاملاها فهي بتبقى خطوة واحدة بس اللي هندخل فيها لولي مقاس 8 مع الفتافيت، وبعد كده هنبتدي ندخل اللولي مقاس 10 ونكمل بنفس الطريقة. عشان نوصل الجنب التاني من ايد الشنطة في الشنطة هنبدأ نمشي دورين بس باللولي مقاس 10، والدور التالت هبتدي ادخل لولي مقاس 10 وامشي الخيط في خرزة فتافيت من اللي في الشنطة، وبعد كده هبتدي ادخل خرزة لولي كمان في الخيط اللي طلعته من الشنطة واعمل عقدة واشده بالطريقة دي. اكيد هتفهموا من الخطوات. وبعد كده همشي الخيط في خرزة الفتافيت اللي بعدها وادخل من الخيط اللي هطلعه من الفتافيت خرزة لولي وارجع فيها، وبعد كده ادخل فيها طرف الخيط التاني واشدها كويس. بعد ما اخلص الخطوة دي الخيط اللي هيبقى طالع من فوق هبتدي امشيه في الخرزة الفتافيت، وبعد كده امشيه في الخرزة اللولي اللي في الجنب اليمين بالطريقة دي، وبعد كده هحط خرزة فتافيت وارجع فيها وادخلها من الخيط التاني واشدها كويس بالطريقة دي. وبعد كده بقى بعد ما ادخل العقدة هبتدي اتوه الخيط كويس جدا علشان بعد كده ما تفكش معانا، عشان دي هتبقى ايد الشنطة، وابتدي اتوهها كويس جدا علشان ما تفكش معايا. حقيقي الشنطة خطواتها سهلة، هي بس محتاجة شوية تركيز علشان نظبط الدنيا وتطلع مظبوطة معانا، وكمان هتبقى حلوة قوي للمناسبات او نهدي بيها حد، او كمان ممكن تبقى مشروع مربح. ممكن نكتفي بالشنطة لحد كده. شوفوا هي واسعة قد ايه، حقيقي هي واسعة جدا وتشيل كل حاجة. هنبدأ نعمل بقى اخر حاجة تقريبا وهي وش الشنطة. ابتديت ادخل الخيط من الخرزة التانية وابتديت ادخل الخرز بالطريقة دي علشان اكمل وش الشنطة وابتدي اشتغلوا بنفس الطريقة. لو عايزين تعملوها فتافيت بس او لولي بس دي حاجة ترجع لكم، انا حبيت اكملها بنفس الخطوات اللي انا عملتها بالشنطة، وهي اني احط واحدة فتافيت وواحدة لولي واحدة فتافيت. هبتدي بقى اكمل بالطول اللي انا عايزاه لحد ما اوصل للجنب التاني بالطريقة دي. وكده تقريبا بعد وصلت للطول وش الشنطة اللي انا عايزاه عملت تقريبا حوالي 8 سطور. هبتدي بقى اقفلها بخرز لولي مقاس 8. طبعا الخطوة دي اختيارية، ممكن تكتفوا لحد كده بس انا حبيت احطها تزود منظر جمالي اكتر للشنطة. اول خطوة حطيت 3 خرزات من اللولي، تاني خطوة حطيت برضو 3 خرزات من اللولي، واللي بعدها حطيت خرزتين. الخطوة اللي بعد كده بقى وهي عاوزة اقفل الشنطة، جبت المغناطيس ده من محلات الخياطة والتطريز اللي جبت منه الخرز، وهبتدي بقى اثبت المغناطيس ده في الشنطة كويس. هبتدي ادخل الخيط من الفتحة بالطريقة دي وابتدي امشيها في الخيط علشان اوصل للجنب التاني، يعني هدخلها في الخرزة اللي تحتيها بالمنظر ده، وبعد كده ادخل في الفتحة اللي في المغناطيس، وبعد كده امشيها في الخرزة اللي تحتها واطلع في الفتحة التانية، وابتدي بقى امشي الخيط بالطريقة دي واتوهه. اعمل حسابي ان انا هتوه طرفين الخيط لحد ما اخليهم يتقابلوا من خرزة واحدة. هبتدي بقى كده ادخلهم واتوههم في كل الخرز لحد ما يتقابلوا كده علشان ابتدي اعقدهم وابتدي اتوههم تاني واقصهم عشان ابقى مطمنة ان المغناطيس عمره ما يفك معايا ويبقى متين وثابت في الشنطة. وطبعا هكرر خطوة المغناطيس دي في جنبين الشنطة زي ما واضح كده. عايزة اقول لكم ان الخرز اللولي ده نقدر نبدع في اشكال شنط كتير جدا، او اي خرز كريستال بيطلع شكل الشنط جميلة جدا وبشوف حاجات حقيقي تحفة. فهي الشنطة دي ترند جدا، فهي ممكن نهدي بيها صحابنا او تبقى نحضر بيها اي مناسبة. حقيقي يعني كل اللي شافوها معايا انبهروا بيها، وكمان نقدر نعملها مشروع مربح، هتبقى مكسبة جدا ومربحة لان هي ترند ومطلوبة جدا في السوق. مجال الخرز ده اصلا مفتوح وكبير جدا وعالم واسع، يعني اللي هيدخله هيلاقيه بحر وهيلاقي اشكال كتير جدا
وهيلاقي افكار كتير جدا يعملها. فحقيقي مش هتندموا لو دخلتوا المجال ده لانه حقيقي حلو. المهم بس تكونوا بتعملوه بحب وانتوا هتستمتعوا في شغلكم. وكده بعد ما ثبت المغناطيس كويس وخلصت الشنطة، حقيقي شكلها تحفة جدا. هي كده اصلا شكلها قيم جدا، نقدر نبطنها كمان لو عايزينه، ممكن نسيبها كده. حقيقي شكلها تحفة. هبتدي بقى اركب لها السلسلة دي للايد الشنطة. تقدروا تختاروا اي شكل سلسلة معدن، كمان لو هتكون مضادة للصدأ هتكون جميلة جدا وتعيش معانا مدة اطول، وكمان بتديها شكل جمالي. ممكن كمان نعمل ايد الشنطة بالخرز، هيكون شكلها جميل قوي. انا هنا حبيت ازود خطوة، وهي اني جبت شريط ستان باللون الاوف وايت وابتديت احطه في يونكة في ايد الشنطة بالطريقة دي، ودت الشنطة حقيقي في حتة تانية وخلتها شكلها شيك جدا. فممكن تعملوا الخطوة دي وممكن تستغنوا عنها على حسب ما تحبوا. هي اصلا الشنطة من غير اي حاجة شكلها قيم جدا. ابتديت اساوي حروف الستان كده عشان ما ينسلش معايا ويبقى متساوي. وده كده شكل الشنطة النهائي بعد ما خلصت. حقيقي الايد السلسلة ودت شكل الشنطة في حتة تانية خالص. حقيقي الشنطة شكلها قيم جدا وشيك، تنفع اي مناسبة وتنفع حتى الخروج العادي. وكمان الشنطة واسعة جدا من جوه، بتاخد حاجات كتير جدا وكمان عملية. وزي ما قلتلكم ممكن تبقى مشروع مربح جدا ونقدر نبتكر فيه اكتر. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الفكرة تكتبولي في الكومنت، ومستنية اشوف رأيكم وتطبيقكم للفكرة.